طب انا هتكلم النهارده على ايه؟ انا هتكلم اول حاجه على الاوفنسيف سيكيورتي. ده التراك اللي هو بتاعنا الاوفنسيف سيكيورتي. قلنا هنتكلم على الاوفنسيف سيكيورتي. قلنا الاوفنسيف سيكيورتي ده الجزء اللي مسؤول عن الهجوم، يعني هي الناس اللي بتعمل اختراق اصلا. انا هحاول ان انا اختصر الكلام، يعني انا هكتب كلمه بنتريشن تيستنج، مش هكتب الكلمه كامله، هكتب بي تي اختصار بنتريشن تيستنج. وعذرا على الكتابه لان انا بكتب بالماوس على البر، فكنت بتمنى ان انا انزل اوف لاين عشان تبقى الكتابه افضل. فبي تي دي اختصار بنتريشن تيستنج. اول حاجه اتكلم عنها ايه هو الاوفنسيف سيكيورتي. الاوفنسيف سيكيورتي ده دي الناس اللي هي مختصه في جزء الهجوم في السيكيورتي. يعني هنا السيكيورتي عندنا في قسمين، حاجه اسمها اوفنسيف وحاجه اسمها ديفنسيف. طب ايه اللي هنمشي فيه في الكورس؟ هو جزء الاوفنسيف سيكيورتي. طب هو خلاص كده اوفنسيف سيكيورتي بشكل عام وكلام خلص على كده بالنسبه لجزء الهجوم؟ لا طبعا. الاوفنسيف سيكيورتي ده فيه تخصصات كتير. احنا بنصغر كلمه اوفنسيف سيكيورتي لحاجه ثانيه اسمها بنتريشن تيستنج، او هي بي تي زي ما انا كاتبها كده. طيب البنتريشن تيستنج ده هل هو تخصص واحد؟ لا مش تخصص واحد. عندنا اول حاجه اسمها الويب بنتريشن تيستنج، وده التراك اللي هنبدا بيه فعليا. ويب بنتريشن تيستنج بي تي. طب انا يا باشمهندس عشان اتعلم ويب بنتريشن تيستنج او يتقال عليا سكيورتي انجينير في حته البنتريشن تيستنج، ايه اللي المفروض ان انا اعمله؟ هل المفروض ان انا ادخل كده على السايبر سيكيورتي مباشر واقول ان انا هبقى سكيورتي انجينير وخلصت على كده؟ لا طبعا. البنتريشن تيستنج ده رحله طويله. هو الويب بنتريشن تيستنج ده هو الشخص اللي هو بيعمل اختراق على على الويب ابلكيشن. الويب ابلكيشن اللي عندي مثلا وليكن حاجه زي امازون او حاجه زي فيسبوك. الويب بنتريشن تيستنج قلنا دي الحاجه اللي بنعمل عليها اختراق لموقع زي فيسبوك، امازون، اي حاجه زي نون مثلا، اي حاجه من الحاجات دي. ايه بيعمل ايه الراجل بتاع البنتريشن تيستنج ده؟ الراجل بتاع البنتريشن تيستنج ده الراجل بتاع البنتريشن تيستنج ده بياخد ويب سايت او موقع بيعمل له اختراق. طيب هل بيدخل على اي موقع يدخل يعمل له اختراق وخلصت الحوار؟ يعني معاه موقع دلوقتي ليه موقع على النت يدخل يعمل له اختراق وخلصت؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. لو دخل عمل اتاك على اي موقع هيتحبس حرفيا. لازم يكون معاك اذن انك تدخل تعمل اتاك على الموقع الفلاني. عشان تدخل تطلع فيه ثغرات والكلام ده لازم يكون باذن. وليكن انت شغال في شركه حاليا، شغال في شركه وليكن شركه سايشيلد، نختصرها كده سايشيلد. شركه سايشيلد ده انت موظف عندها، راجل اسمك ويب بنتريشن تيستنج. فالمهم الشركه دي بيجي لها ناس من بره او ناس ديفلوبر من بره بتبقى عامله مواقع ومخلصاها وعايزه تعمل اختراق للموقع بتاعها. فبيقول لك تعالى يا باشمهندس احمد وليكن، تعالى انا عايزك تعمل اختراق على الموقع ده وتطلع لي فيه الثغرات اللي فيه وتعمل لي حاجه اسمها ريبورت. ده باختصار ايه هو الويب بنتريشن تيستنج. فانت بتطلع الثغرات اللي موجوده في الموقع وبتعمل بيها تقرير وتبلغه للشركه. دي مهمتك. طب انا عشان ابقى راجل ويب بنتريشن تيستنج محتاج اتعلم ايه؟ هنتكلم محتاج تتعلم ايه. اول حاجه انت مش هتدخل دايركت على حته السكيورتي. دلوقتي انت عشان تدخل تعمل اختراق لموقع، هل ينفع تدخل تخترق حاجه انت مش فاهم هي شغاله ازاي؟ لا طبعا. لازم تبقى فاهم الحاجه دي شغاله ازاي. اول حاجه عندنا الويب ابلكيشن العادي. يعني هنتكلم عن الويب الابلكيشن العادي بينقسم لقسمين، حاجه اسمها فرونت اند وحاجه تاني اسمها باك اند. طب ايه هو الفرونت اند وايه هو الباك اند؟ الفرونت اند ده الجزء الامامي اللي انت شايفه قدامك، وليكن هنيجي ندخل على اي موقع دلوقتي مع بعض، وليكن امازون دوت كوم. هندخل على موقع امازون، ادي امازون اللي قدامنا. كل اللي ظاهر قدامنا ده جزء الفرونت اند. كل حاجه في الموقع ظاهره ده جزء الفرونت اند. اي حاجه انت بتشوفها بعينك وتفاعل معاها ده هي حته الفرونت اند، الواجهه الاماميه اللي قدامك. فهو ده اللي احنا محتاجين نتعلمه. اول حاجه نشوف الجزء الفرونت اند ده بيتكون من ايه. تاني حاجه عندنا جزء الباك اند. طب ايه الباك اند يا باشمهندس؟ وليكن دلوقتي انا عايز اشتري مثلا اشتري الايباد ده او التابلت ده، بدخل اشتريه، تمام؟ فبدوس اضافه للعربه، بعدين بدوس اشتري الان، بيجي يطلب مني اكونت هنا.
الاكونت اللي بيجي يطلبه مني هنا ده جزء الباك اند. انا بكتب الاكونت بتاعي وليكن تيست دوت كوم، تيست ياهو جيميل دوت كوم، بدوس متابعه، بيطلب مني باسورد وليكن اي حاجه، بدوس تسجيل دخول. انا كاتب حاجه غلط طبعا، بدوس تسجيل دخول. بعد ما بدوس تسجيل دخول دخلت انا في حته البيانات بتاعتي دي راحت لحته الباك اند، الجزء الخلفي اللي انا مش شايفه. هيبقى عندنا كده فهمنا احنا جزء الفرونت اند وايه هو جزء الباك اند. الويب ابلكيشن بيتكون من جزئين، حاجه اسمها فرونت اند وحاجه اسمها باك اند. طيب انا يا باشمهندس المفروض اتعلم الاثنين؟ اه المفروض تتعلم الاثنين. طب هل المفروض اتعلمهم كديفلوبر؟ لا، انت مش هتتعلمهم كديفلوبر. انا عايزك تبقى فاهم الكود اللي مكتوب قدامك. يعني لما اجيب لك وليكن في موقع امازون اهو، اقول لك انا عندي كود زي ده، اقول لك آه الكود ده انا عايزك تبقى فاهمه، لانك انت تبقى يعني هتبقى بنتريشن ويب بنتريشن تيستنج، لازم تبقى فاهم الكود ده شغال ازاي وايه دنيته. طب هل انا هكتب الكود ده؟ لا طبعا انت مش هتكتب الكود ده. كتابه الكود دي من اختصاص الديفلوبر. انت كل مسؤوليتك انك انت تبقى فاهم الفانكشن مثلا بتبقى عم بتعمل ايه، تبقى فاهم الكونديشن بتعمل ايه، تبقى فاهم الكود شغال ازاي. تعرف الكود ده كل فانكشن او كل كونديشن شغال ازاي، او تفهم معناه او بيعمل ايه في الموقع، عشان تقدر تعمل اختراق للموقع. ما ينفعش تعمل اختراق للموقع وانت مش فاهم الكلام ده. جميل. طيب انا عايز اتعلم الفرونت اند يا باشمهندس. دلوقتي عشان اتعلم الفرونت اند المفروض ان انا ابدا بحاجه اسمها HTML. HTML، انا اسف على الخط. HTML دي الاستراكشر بتاعت الموقع. نرجع تاني على الموقع بتاعنا، الاستراكشر بتاعت الموقع. شايفين الموقع قدامكم اهو، بس نرجع في الصفحه الرئيسيه. الموقع قدامنا اهو من غير الوان. تخيل الموقع قدامك من غير الوان، هيبقى حاجات نظام هيكل. الهيكل بتاع الموقع هو ده حته ال HTML، هو الاستراكشر بتاع الموقع، هو الهيكل بتاع الموقع. دي اول حاجه المفروض تتعلمها، تتعلمها كويس، لان هتفيدك في بعدين في حاجات ثغرات مثلا وليكن زي الاكس اس اس. هتفيدك في ثغرات زي الكونديشن، ثغرات الانجكشن عامه كلها هتفيدك فيها. فلازم تتعلم حته الاتش تي ام ال. حلو. طيب بعد الاتش تي ام ال يا باشمهندس، هل المفروض ان انا كده خلصت؟ لا، المفروض تتعلم حاجه ثانيه اسمها سي اس اس، بس ما تتعمقش فيها قد ما تتعمق في الاتش تي ام ال. تتعمق في اتش تي ام ال الهيكل افضل من تتعمق في حته السي اس اس بس. انت هتدرسها لكن مش بنفس الدراسه بتاعت الاتش تي ام ال. السي اس اس، ايه هو السي اس اس يا باشمهندس؟ انا دلوقتي خلصت الموقع بتاعي كهيكل وبنيته وعملت كل حاجه فيه. طب المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ ايه او ايه هو السي اس اس؟ السي اس اس كل الالوان اللي انت شايفها قدامك دي، هو ده جزء السي اس اس، هي الشكل الجمالي بتاع الموقع. وعندنا الاتش تي ام ال هو الاستراكشر بتاعت الموقع، وعندنا السي اس اس هو الشكل الجمالي اللي هو اللي بيدي الشكل الجمالي للموقع. حلو. طب انا كده خلصت يا باشمهندس؟ لا ما خلصتش، محتاج تتعلم حاجه اسمها جافا سكريبت. الجافا سكريبت دي كل ما تتعلمها كويس كل ما يكون افضل، كل ما تدي فيها وقت كل ما يكون افضل. طب يا باشمهندس هل في ناس شغاله في البنتريشن تيستنج مش مذاكره الجافا سكريبت؟ اقول لك اه في، بس تيجي هتشوف الثغرات اللي هو مطلعها هتبقى شيء لا يذكر قدام اللي مذاكر جافا سكريبت. انك انت لما تبقى فاهم حته الجافا سكريبت كويس هتطلع ثغرات عاليه. وليكن عندنا دلوقتي موقع زي فيسبوك. فيسبوك دلوقتي كان في واحد يعني من زمان الموقع، فكانت في ناس بتدخل تعمل عليه اتاك كتير. كانت في حاجه اسمها الباج باونتي، دي ناس بتبلغ ثغرات او بتكتشف ثغرات في المواقع وبتدخل تبلغها وتاخد عليها فلوس. هدخل اوريكم دلوقتي كل حاجه، بس نتكلم بس كلام نظري الاول دلوقتي. ف... فالمهم الناس بتعمل عليها اتاك من زمان. المفروض ان احنا نقول بالعقل كده وبالمنطق ان معظم الثغرات التقليديه خلصت، ده بالعقل والمنطق، لكن هي ما خلصتش. في واحد اظن كان مش فاكر اسمه بالظبط، بس هو كان يعني حاجه داوود يوسف تقريبا او حاجه زي كده، كان مذاكر حاجه اسمها جافا سكريبت واداها جهد كبير قوي وتعمق فيها.
اكتشف ثغره اسمها دوم اكس اس اس. الثغره دي اخذ فيها تقريبا 31 مليون، لا 31 الف دولار او 61 الف دولار، مش متذكر الرقم بالظبط. مع ان الثغره موجوده وناس دخلت تيست قبله كتير، لكن ما اكتشفوش الثغره دي. هو دخل اكتشفها لان هو كان مذاكر حته الجافا سكريبت، ففاهم الدوم اكس اس اس دي بتشتغل ازاي. احنا بنتكلم دوم اكس اس اس، لسه ما نعرفش يعني ايه اكس اس اس اصلا، ولا نعرف يعني ايه دوم. انا بتكلم دلوقتي ايه الفايده من تعلم جافا سكريبت. كل ما تتعلم جافا سكريبت وتديها وقت، كل ما الموضوع بيكون مفيد ليك. الجافا سكريبت هي يعني هي قلب كل حاجه في حته السكيورتي، في الثغرات بتاعت الانجكشن. تمام كده خلصنا جزء الفرونت اند. طيب يا باشمهندس انا اتعلمهم كده وخلاص، وخلصت كده وخلاص بمجرد ما اتعلمتهم؟ لا، نيجي لحاجه تاني. المفروض انك انت تعمل ايه؟ تيجي تعمل وليكن 3 4 مواقع كده، او 3 4 صفحات لوجن بيج زي بتاعت مثلا امازون دي. هي بتاعت امازون، ماشي. دي اللوجن بيج دي المفروض تعمل لك 3 4 منها. طب ليه يا باشمهندس؟ عشان ابقى فاهم هي شغاله ازاي. لما انا اعمل 3 4، لما ادخل على حته السورس كود بتاعتها، او نجيبها كده من الانسبكت على طول، نختصر انسبكت، واجيب هنا دوس على اللوجن بيج والفورم دي عامه. لما ابني فورم زي دي واجي ابص للكود بتاعها انا افهمه، مش بس انا متعلم السنتكس بتاع لغه برمجه وخلاص وانا داخل، لا، لازم اشتغل بايدي. حاجات بسيطه، انا ما قلتلكش انك تبقى ديفلوبر، انا بقول لك انك تتعلم حاجات بسيطه. اللوجن بيج دي حاجه بسيطه جدا جدا، مش صعبه. المفروض تبقى يعني على الاقل عامل لك 3 4 منها، هتفيدك. انا بقول لك كده عشان هيفيدك. لكن لو هي مش هتفيدك اقول لك بلاش منها. انا على السي اس اس قلت لك مش هتفيدك قوي، فما تديهاش اقصى حاجه في المذاكره. يعني حط كل طاقتك في الجافا سكريبت. تمام. يعني كده احنا خلصنا حته الفرونت اند. اقدر اقول لك خلصت حته الفرونت اند كتعليم. فهل كده ان انا جاهز ان انا ادخل على السكيورتي؟ في بعض الثغرات جاهز، بس انا خلينا نكمل للاخر عشان نبقى واخدين الطريق ونقفل اساس صح، عشان نبقى وليكن عماره فبنعمل لها اساس كويس عشان ايه؟ نقدر نطلع بادوار عاليه براحتنا. فده جزء الفرونت اند خلص عندنا. نيجي ندخل على جزء الباك اند. جزء الباك اند اللي احنا قلنا الحاجات السيرفرات اللي من ورا، الحاجه اللي مش ظاهره. المفروض تتعلم ايه يا باشمهندس؟ المفروض تتعلم داتابيز، او دي بي على طول كده، ريح دماغنا. داتابيز، المفروض تتعلم داتابيز. طب ليه اتعلم داتابيز؟ اتعلم داتابيز لان في عندنا ثغره اسمها اس كيو ال انجكشن. الثغره دي لو لقيت ثغره من اس كيو ال انجكشن تصنيفها كريتيكال، يعني حرجه. الثغره دي بتخليك تسحب الداتابيز بتاعت الموقع كله. عندنا امازون اهو، في مليون واحد غير علي سجل في الموقع ودخل تسجيل دخول باليوزر نيم او الايميل بتاعه والباسورد والدنيا بتاعته دي، وبعدين جاي يشتري، فدخل حوار الفيزا او يشتري نقدي او ايا يكن ايه طريقه الشراء، او وليكن دخل فيزا. ففي مليون واحد دخل فيزا. فانت لما تلاقي ثغره اس كيو ال انجكشن، انت اوريدي المليون واحد اللي مسجلين في الموقع انت معاك البيانات بتاعتهم كلهم. طب ده حاجه خطيره؟ لا، ده حاجه مرعبه مش خطيره. انت تتخيل انك انت واحد معاك كريدت كارد بتاعتك، انت كيوزر، خلينا بره مصر، سيبك من مصر دلوقتي، خلينا كيوزر بره، لو عرف ان البيانات بتاعتك اتسربت من موقع وليكن امازون، ده ممكن يرفع عليها قضيه ويدفع فلوس كتير قوي، فالشركه تروح في داهيه. ففكره الاس كيو انجكشن دي من اكتر الثغرات الحرجه وبيدفع عليها فلوس كتير قوي. هي اي نعم ما بقتش تتلاقي زي الاول، لكن هي موجوده. ما اقدرش اقول لك هي مش موجوده، لا هي موجوده. خلصنا من حته الداتابيز. طب يا باشمهندس هل كده خلصت؟ لا ما خلصتش. مطلوب منك تتعلم بي اتش بي، ودي لغه من لغات الباك اند. طب طب انا يا باشمهندس ما بحبش بي اتش بي، خلاص كده الدنيا وقفت؟ لا ما وقفتش. ممكن تتعلم دوت نت، دي برضو حاجه في البي اتش في الباك اند.
باي، او ممكن تتعلم بايثون. بايثون برضو بيتعمل بها باك اند. اي لغه باك اند تقدر تتعلمها هتقوم بالغرض بتاع حته الباك اند. فانت المفروض دلوقتي تتعلم ايه باختصار عشان ادخل في الويب تيستنج؟ المفروض انك تتعلم اول حاجه الويب ده شغال ازاي. المفروض تتعلم الويب ده شغال ازاي، او الموقع اللي انت هتختاره ده شغال ازاي. حلو، خلصنا من حته الويب عامه، سواء فرونت اند وباك اند. كده خلصنا. طب هل كده انا خلصت يا باشمهندس؟ لا، ما خلصتش. اوريدي المفروض تبقى مذاكر نتورك. ايه النتورك اللي انت المفروض تكون مذاكرها؟ عندك حاجتين المفروض تتعلمهم، حاجه منهم هما الاثنين. حاجه عندك زي السي سي ان اي، وحاجه زي النتورك بلس. تمام. دلوقتي حته النتورك المفروض تتعلم من النتورك يا حاجه زي السي سي ان اي ودي عاملاها سيسكو، او حاجه زي النتورك بلس. طب ايه الفرق يا باشمهندس ان انا اتعلم سي سي ان اي او نتورك بلس؟ هما الاثنين واحد، بس الفرق سيسكو بتحاول تركز على المنتجات بتاعتها، يعني بتعمل راوترات سويتشات الكلام ده كله، فهي بتحاول تركز عليه، بتحاول تسوق لحاجتها. لان سيسكو من الاول اصلا كانت كل هدفها انها كانت تشتغل في حته ايه، تفهم الناس ازاي النتورك دي شغاله، فالناس لما تفهم هتقدر تشتري منها. لكن النتورك بلس بتتكلم عن النتورك بشكل عام. طيب هل اتعلمها كلها؟ بص، البحر بيحب الزياده، انك تتعلمها كلها هو شيء كويس مش شيء وحش. بس انا ممكن اقول لك برضو تتعلم ايه الشيء المطلوب في النتورك. حاول انك انت ايه، اخرك تتعلم الراوتر والسويتش والكلام ده والدنيا دي، ما تروحش ناحيه الكونفجريشن. انا مش عايزك تروح ناحيه الكونفجريشن. عامه انا هشرح كل ده، بس انا بحاول ان انا اوصل للناس اللي عارفه يعني ايه كونفجريشن، اوريدي درست نتورك والكلام ده. طيب يا باشمهندس، هل انا خلصت كده؟ لما خلصتش. طب انا دلوقتي عايز ان انا ابدا شغل على بيئه عمل جاهزه للسكيورتي. فالمفروض عندنا حاجه اسمها لينكس. انا اسف على الخط. تعلمك للينكس ده شيء لابد منه، او اوبريتنج سيستم بوجه عام. هتتعلم ويندوز ولينكس، واظن معظم الناس اوريدي عارفه يعني ايه ويندوز. في كام حد هنا يعرف لينكس؟ تمام. فالمفروض تتعلم لينكس. هل اتعلم لينكس كله؟ لا، انا عايزك تتعلم الكوماندات الاساسيه. الكوماند دي الحاجه اللي انت بتستخدمها في لينكس. هنا في لينكس ما بنشتغلش كده زي صفحه قدامنا او كديسك توب قدامنا كده وحاجات بي اي وحاجات حلوه قدامنا. لا، كل شغلنا في اللينكس على حاجه اسمها السي ام دي، او التيرمينال. بنقول عليها تيرمينال في لينكس. كل شغلنا بيبقى عليها، دي بيبقى كل شغلنا عليها. عندنا كوماندات حاجه زي ال اس والكلام ده، انا هتكلم عن الحاجات دي بس في سيشن اللينكس. المفروض ان انا اتعلم لينكس. كده اقول لك انك انت يا باشا تقدر انك تبقى جاهز تدخل تتعلم ايه هو الويب بنتريشن تيستنج. عشان تبدا في السكيورتي بقى المفروض تخلص كل الكلام ده. فكده باختصار حته الويب بنتريشن تيستنج، الحاجات اللي انا المفروض اتعلمها قبل ما ادخل في حته الويب. بعدها تدخل بقى تدرس الفولنربيليتي بتاعت الويب عامه. ايه فولنربيلتي دي؟ انا رميت كلمه دلوقتي عشان هقولها لسه السيشن اللي بعدها او اللي بعد اللي بعدها، بس عشان تبقوا فاهمين. فولنربيلتي يعني ثغره. فانت المفروض انك انت هتدخل تتعلم الثغرات بتاعت الويب دول، تتعلمهم كلهم. ال10 ثغرات هم عندنا حاجه اسمها او اس بي توب 10. دول اشهر 10 ثغرات في ايه او اس بي دي. اصلا او اس بي دي مؤسسه عالميه بتشوف كل سنه ايه الثغرات اللي موجوده في الويب وبتنزلها، بتنزل لك اشهر 10 ثغرات موجوده في الويب او اخطر حاجه يعني. دي القائمه بتاعت 2021 اللي اوريدي كلنا متعلمينها، يعني الناس بتاعت السكيورتي، لان هي بتنزل كل 4 سنين ما بتنزلش كل سنه. ودي بتاعت سنه 2025 اللي لسه نازله قريب. فدي دول ال10 ثغرات اللي المفروض هنتعلمهم، اللي هم بتوع 2025. هم يعتبر تغيير بسيط بس، هو في حاجات بس حاجات اتبدلت مكان حاجات مش اكتر. عندنا حاجات زي الانجكشن اللي انا قلت عليها اهي، ودي تصنيفها الخامس من حيث الخطوره. عندنا حاجه زي بروكن اكسس كنترول، كل ده هنشرحه. فدول ال10 ثغرات اللي المفروض
نفهمهم في حته السكيورتي، حته الويب. بعد ما بتخلص ال10 ثغرات دول وبتتعلم حاجه تانية اسمها ريكون او استطلاع، انت كده بتبقى مخلص دومين الويب. بس لازم تحل، يعني انت مش هتخلصهم كده مذاكره بس، لا لازم تحل وتطبق عليهم. ده كده انت تبقى جاهز، تبقى ايه؟ ويب بنتريشن تيستنج. طب هل كده ان انا ممكن اجيب فلوس من الحوار ده او اطلع للسوق؟ هو انك تطلع للسوق بدومين واحد، هنا بنقول كلمه دومين على حاجه واحده عندنا. السكيورتي، الاوفنسيف سكيورتي بينقسم لويب بنتريشن تيستنج، موبايل بنتريشن تيستنج، نتورك، الكلام ده كله. فاحنا بنقول على كل حاجه من دول دومين. فعندنا الويب ده اسمه دومين. طب هل تقدر تنزل السوق بالدومين ده؟ لا طبعا. السوق حاليا على الاقل لازم يبقى عندك 2 دومين على الاقل، لو اكتر يا ريت. طب اقدر اجيب فلوس ازاي طيب يا باشمهندس؟ عندنا حاجه اسمها الباك باونتي. نشرح الاول ايه الباك باونتي وبعدين اوريكم ايه هو الباك باونتي. الباك باونتي دلوقتي عندنا ده موقع نوشن. نوشن ده موجود على هاكر وان. فبتيجي الشركه بتاعت نوشن دي بتتواصل مع وسيط، في وسيط كده في النص او موقع في النص اسمه هاكر وان، وليكن هاكر وان. بص انا مختصر معلش الكلام عشان الكتابه بشعه. فيجي نوشن ده يقول لهاكر وان: بص يا هاكر وان، انا عايزك تنزل البرنامج بتاعي ان الناس تلاقي فيا ثغرات وتبلغها ليك. فالمهم يعني دلوقتي عندنا ده اتكر، او مش عايزين نقول اتكر، الراجل شغال في حته الباج باونتي او الباج هانتنج، نقول عليه باج هانتنج، هنقول عليه اللي هو الراجل اللي متخصص في حته الويب. ده باحث او ريسيرشر ده، وليكن هو الراجل اللي شغال في حته الويب بالرسم باشا، انا عارف. فعندنا حاجه في النص هنا اسمها هاكر وان، وعندنا هنا نوشن. بيجي الباحث ده او الريسيرشر او المهندس اللي بيلاقي ثغرات في الويب، يلاقي ثغره في الموقع بتاع نوشن، او بيدخل الاول على هاكر وان بيلاقي قدامه وليكن 100 بروجرام او 100 موقع. ال 100 بروجرام او 100 موقع دول انا هوريهم لك دلوقتي. دول بيبقوا حاطين نظام رولز او حاجات، قواعد للناس انها تدخل تخترقها. فبيبقى مصنف لك الثغرات دي انك تدخل تلاقي في ثغرات، حاجه زي حاجه كريتيكال، حاجه هاي، حاجه ميديوم، حاجه لو. بيبقى مصنفهم لك. بيقول لك والله لو لقيت ثغره كريتيكال انا هديك مثلا وليكن $20,000. طب دلوقتي الراجل ده ليه ثغره، يعمل ايه؟ هل يروح يقول للنوشن انا لقيت ثغره؟ لا، ما يروحش يقول للنوشن انا لقيت ثغره. يجي يعمل ريبورت بالثغره اللي هو لقاها، يروح باعتها لهاكر وان ريبورت. وهاكر وان عندها تيم بتاع سكيورتي بيفلتر الثغرات دي قبل ما يبعتها لمين؟ يبعتها لهاكر وان. فالمهم بيفلتر الثغره، او ليه الثغره دي محدش اكتشفها قبلك، او الثغره دي كويسه ومقبوله تمام، فيروح باعتها لنوشن. الفريق بقى بتاع نوشن بيقبل الثغره دي عنده، وبيتواصل مع هاكر وان، وبيحدد الباونتي اللي انت هتاخدها او الفلوس اللي انت هتاخدها انك لقيت الثغره دي. عندك وليكن اتصنفت كريتيكال، هتاخد عليها $20,000. وانت كل تعاملك مع هاكر وان الوسيط. يعني دلوقتي في وسيط في النص. انا دلوقتي عشان اكتشف ثغره في نوشن لازم اروح اقول لهاكر وان انا لقيت ثغره في نوشن. فهاكر وان يروح يقول لنوشن في وليكن اكس لها ثغره عندك. فدلوقتي يدخل شوف الثغره دي يقفلها عندك، والراجل ده محتاج الباونتي بتاعته. طب ايه تصنيف الثغره دي؟ وليكن هاي هياخد عليها $20,000 مثلا. دي ارقام، يعني في ارقام بتوصل اكتر من كده طبعا، انا بقول ارقام كروت. وليكن كريتيكال $20,000، هاي $10,000، ميديوم $5,000، كريت لو او عاديه يعني هتاخد عليها $1,000. فالمهم فيجي هاكر 1 يقول لي نوشن انا لقيت الباحث اكس لقي ثغره عندك فعايز الباونتي بتاعتها. فعمنا بقى نوشن او هاكر 1 بيصنفوا الثغره دي على حسب ما هتتصنف او ايه خطورتها، سواء كريتيكال، هاي، ميديوم، لو، وبيديك الفلوس بتاعتها. فده تقدر تجيب فلوس من حته الويب بنتريشن تيستنج. طب هل ما فيش غير هاكر 1 هو اللي عامل بروجرام؟
للناس انها تدخل تخترق في باقي الشركات والكلام ده؟ لا طبعا. عندنا حاجه زي يسوي هاك، عندنا حاجه زي باك راود. ندخل نوريك هاكر 1 وليكن الاول. ادي هاكر 1، نجيب البروجرام كله. ادي الشركات اللي مثلا موجوده على هاكر 1. في تحت تاني بيحمل. نجيب ثغره شركه تكون مشهوره اهو، نوشن. عندنا التفاصيل اهي بتاعت الثغرات، فلوس الثغرات تبقى مكتوب على الجنب هنا، خلينا في الجنب الناس شايفه، بس اهم حاجه الناس شايفه. يا باشمهندس أيوة. تمام. ادي عندنا تصنيف الثغرات. عندنا كريتيكال، كويس ان انا قلت رقم صح، $20,000 ل $5,000 على حسب بقى ايه خطوره الثغره. عندنا الهاي بيدفعوا من 2000 ل $500. عندنا الميديم هو مش 250. الكريتيكال دي من 2020 دي كانت رقم واحد ولا ايه؟ من 2000 معلش مش 20 انا اسف. $2000 مع- من 2000 ل 5. معلش يا هندسة، اتفضل. هو السكرين ظاهر عند كله ولا اختفى عندنا بس؟ ظاهرة الناس كله عادي. لا ظاهر عادي. صح عادي. تمام. عندنا الكريتيكال من 5 ل 2000، وعندنا الهاي من 2000 ل 500، وعندنا الميديم من 200 من 150 من 100 ل 250، وهكذا من 50 ل 100. فانت بتلاقي ثغره بتروح تبلغها، فهي بتتصنف حاجه من الاربعه دول على حسب تكليف الثغره بقى وخطورتها. انت بتاخد الباونتي بتاعتها. طب هل هو ده اقصى باونتي انا باخدها؟ لا طبعا، في بروجرام تاني يدفعوا اكتر من كده. دي مثلا باحثين قبلك لو ثغرات اهم محطوطين اهم موجودين، بيحطوا صورهم على الموقع واساميهم. فاللي هو في كتير اهو، يعني الامر مش مستحيل. فقدامنا عدد كتير اهو، يعني فوق اهو 69 واحد، العدد مش قليل. فبنرجع بعيد عن هاكر 1. عندنا ايه موقع تاني؟ انا عندي مصطلح اسمه سايبر سيكيورتي. السايبر سيكيورتي ده، هل هو كده خلصت ما فيش حاجه تاني؟ انا هدخل اشتغل سايبر سيكيورتي؟ لا طبعا. السايبر سيكيورتي دي كلمه كده بشكل عام، دي كلمه بشكل عام. انا عندي حاجات متفرعه، حاجه زي الاوفنسيف سيكيورتي وده جزء الهجوم، وحاجه زي الديفنسيف سيكيورتي الديفنس. انا لو اتكلمت على كلمه سايبر سيكيورتي بس، فكده انا ما حددتش انا عايز اوفنسيف ولا عايز ديفنسيف، او عايز حاجه ثانيه زي مالور اناليسيز، مالور ديفلوبمنت، ريفرس انجينير، كل ده هتكلم عنه. فكلمه سايبر سيكيورتي بس دي كلمه مبهمه. طب انت شغال ايه سايبر سيكيورتي؟ هل كده بس سايبر سيكيورتي؟ لا، السايبر سيكيورتي جواه تخصصات كتير. فعندنا حاجه زي الاوفنسيف وحاجه زي الديفنسيف. طب ايه اللي في حته الباك باونتي؟ حته الاوفنسيف. الديفنسيف ما فيهوش، لان هو ده اللي اوريدي اللي بيدخل يعمل اتاك على الشركات، لكن ده بيدخل يعمل دفاع، ده بيدافع بس، ده بتاع دفاع، ده اللي هو بتاع دفاع، ده الهجوم. فهمت؟ عامة عندنا موقع زي باك كراود، انا مش عايز اسجل بس عشان البيانات هتبقى ظاهرة شير، فمش عايز اسجل. عندنا موقع باك كراود زي هاكر وان بالظبط، بس ده موقع تاني، وده يعني ده وسيط غير الوسيط التاني. ده في مواقع بتدخل تقول لي باك كراود انا عايز اللي يكتشف عندي ثغرات يبلغها لك يا باك كراود وانت تبلغها لي. عندنا حاجه تانية هتظهر قدامنا، يس وي هاك. اوريدي انت لو فتحت لينكد ان عندي كنت تسال من شويه كنت هتعرف ان انا كنت لقيت ولا ما لقيتش. هتلاقيني ان انا حاطط حتى يس وي هاك والدنيا دي كلها. باك داون رابط بس تظهر من غير تسجيل. بصوا يا شباب اهو عندنا يس وي هاك. ده بروجرام نازل من يوم، يعني من يوم واحد. ثاني ممكن تكون في حاجات نازله من شهور، ده نازل من 3 ايام اهو. بص عندك وليكن ده الصين، بلجيكا، على ما اظن العالم بتاعها. فعندك حاجه نازله من يومين او من يوم ده معلش. عندك بص كاتب لك قدامه كام ريبورت تقدموا فيه 20 ريبورت. على 20 ريبورت كتير؟ لا طبعا، في مواقع بتقدم فيها 2000 ريبورت. طب انا عايز دلوقتي افهم حاجه، يعني انا هتكلم اوفر اول دلوقتي كشرح بسرعه، بس مش عايز ان انا اتعمق، بس عشان اوريكم. انا دلوقتي عندي الموقع اهو، خدته ودخلت عليه اهو. الموقع عندي ده اللي كنت جايبه من شويه. هل انا ادخل اجيب ثغره هنا يا باشمهندس بس هو الموقع ده وخلصت على كده؟ لا طبعا. تنزل تحت ليك حاجه اسمها السكوب. السكوب بس السكوب بتاعه ده تعبان، فانا نجيب حاجه سكوب كويس. كان عندي برايفت بروجرام ومطرتها لكم، بس لو سجلت بس مش مشكله. اهو عندنا السكوب، عندنا حاجات زي كده، كل دي مواقع. يعني احنا بنتكلم في موقع واحد اهو، ده موقع تبع الموقع اللي هنا فيه، اللي جنبه نجمه كده
تاخد الموقع كده وبتعمل عليه حاجه اسمها ريكون، ممكن تطلع 100,000 موقع من الموقع ده، وكلهم اوريدي لو بلغت في اي موقع فيهم هتاخد، يعني بلغت فيه ثغره هتاخد الباونتي بتاعتها. لكن هو مش مقتصر على موقع واحد، لا، الموقع اهو جنبيه ستارز او النجمه بتاعته، ده بيدل ان في مواقع كتير تاني تحته او سب دومينز. لو الناس فاهمين معنى سب دومينز، يعني دلوقتي الموقع اللي من فوق خالص اسمه دومين، الحاجات المتفرعات منه اسمها سب دومينز. طب ايه السب دومينز دي اصلا؟ دي مواقع ممكن يكون وليكن عندنا فيسبوك راح يستولى على شركه زي انستجرام او اشتراها، فانستجرام دي تبع مين؟ تبع فيسبوك. وليكن عندنا ايه تاني؟ عندنا مواقع من فيسبوك قبل ما يبقى فيسبوك كده بالشكل ده، في مواقع كانوا بيعملوا فيها ديفلوبر، في مواقع كانوا بيعملوا فيها تحديثات، فدي ما بيعملوش على الموقع الاساسي، بيعملوا على مواقع فرعيه. هو السب دومينز حاجات فرعيه من الموقع الرئيسي، ممكن يطلع 10,000 موقع، 20,000 موقع على حسب الموقع. عندك حاجه زي تسلا، اي بي ام، عندك وزاره الدفاع الامريكيه نفسها عامله انك تدخل تكتشف فيها ثغرات على الهاكر وان. الموضوع كبير. انا يا باشمهندس انا مش عايز ان انا يكون في بيني وبين الشركه وسيط. عندي حاجه تاني اسمها اكسترنال. ايه الاكسترنال ده؟ اكسترنال باك باونتي، دي مواقع خارجيه انت منك للموقع مباشر، تدخل تكتشف فيه ثغره تبلغها له مباشر. عندنا ممكن تطلع ملايين المواقع، مش موقع بس. انا بوريك ان في بروجرام بيبقى كل يوم نازل قدامك اهو، كل يوم اهو، من يوم كل ده نازل، من يوم 3 ايام 3 ايام يوم. فالموضوع كبير، مش موضوع ان انت مقتصر انك انت اهو في موقع اهو من يوم متبلغ فيه 1163 487، فانا في موقع اهو صفر ريبورت 164. فانت بقى شاطر وتدخل ايه تتست، هتلاقي الموضوع رزق في الاول وفي الاخر، على حسب انت بقى ما بتسعى وتتعب ربنا بيديك. خلصنا حته الباك باونتي وفهمناها. اي حد عنده استفسار فيها؟ عندنا مصادر في يوتيوب، دي استفسار يوتيوب، وعندنا شهايد من حاجه اسمها اي ان اي. ان انا المفروض ان انا دي شركه اسمها اي ان اي، ده الاختصار بتاعها، اسمها اي ليرن سكيورتي اصلا. اي ليرن سكيورتي دي بتقدم شهايد دوليه في السايبر سكيورتي، بتشرح كورسات وبتقدم شهايد فيها. انا اوريدي معايا اكونت كنت واخده فاوتشر من اي تي اي، الاكونت ده عامل $600. يا تتعلم من اليوتيوب يا تتعلم عن حاجه زي اي ان اي. عندك شهاده دوليه اسمها اي وابت او اي دبليو تي او اي دبليو بي تي، دي شرحه لوزن توب 10. طب هل دي مجانيه؟ لا، هي مش مجانيه للاسف. ثمنها تقريبا $300 او حاجه زي كده الامتحان بتاعها. المفروض انك انت تدخل تتعلم حاجه زي اي ويب من اليوتيوب عشان تتعلم مجانا. في ناس طبعا مقتدره يعني لو معاها، او ما انصحش ان حد يدخل يدفع فلوس دلوقتي. تعلم من اليوتيوب، ولما ربنا يكرمك وتشتغل في شركه، الشركات هي اللي هتسرتف لك او تخليك تدخل الامتحانات. نتعلم حاجه زي اي ويب. اي ويب دي شرح وزن توب 10. طب معلش بس. ماشي. اي ويب اكس دي الشهاده الادفانسد من اي ويب، هي بتشرح ثغرات الوزن توب 10 بس بادفانسد، سيناريوهات ادفانسد، لان الثغره مش فيها طريقه واحده، لا، في سيناريوهات ادفانسد. فاي ويب دي الشهاده العاديه من حته ايه الوزن توب 10. طب انا دلوقتي لو انا عايز اسرتف يا باشمهندس وربنا كرمني وعايز اسرتف، تنصحنا سرتف اي ويب ولا اي ويب تكس؟ لا، اقول لك طبعا روح سرتف اي ويب تكس. اي ويب ما تسرتفلهاش، ما تسرتفهاش، ما تبصش فيها، سرتف اي ويب تكس على طول. طب دلوقتي انا هذاكر محتوى الشهاده دي ومحتوى الشهاده دي، تمام. هتذاكر محتوى الشهاده دي، عندك اليوتيوب، عندنا حد زي ابراهيم حجازي عامل كورس شارح فيه الاي ويب، كده الناس عارفه ابراهيم حجازي، بس الكورس قديم شويه. عندنا حاجه تاني، حد تاني اسمه فليكس، ده من الكورسات اللي انا برشحها جدا جدا، الكورس بتاعه جامد، انا من الناس اللي ذاكرت الكورس بتاعه. عندنا ايه تاني يا باشمهندس؟ عندنا خالد بن الوليد شارح برضو الشهاده بتاعت الاي ويب.
عندنا مين تاني؟ عندنا مصادر اجنبيه بقى، حد زي الهمسك لو الناس بتاعها الانجليزي بتاعها كويس. عندنا ايه تاني؟ عندنا اللهم ذكرني، عندنا في واحد برضه بيشرح كورسات في الكلام ده، بس الكورسات دي بفلوس، من اكتر الناس اللي برشحها برضه، اسمه احمد سلطان. الراجل ده تقيل قوي في المجال، ده من الناس اللي بتشرح جامد. طب دلوقتي يا باشمهندس، انت تنصحني اعمل ايه، او ايه اللي انت عملته، او ايه اللي انت ذاكرته او عملته في الحته دي، في الحته دي كلها؟ والله انا بعد ما خلصت الحته اللي فوق اللي قلت لك عليها بتاعت الويب، سواء باك اند واتش تي ام ال والكلام، الحته الفاضيه اللي خلصت دي فوق، دخلت جبت كورس زي فليكس، ودخلت على اول ثغره وليكن هي كانت الاس كيو ال انجكشن، خلصتها من فليكس. دخلت على خالد بن الوليد، خلصتها من خالد بن الوليد. دخلت على واحد زي اللهم ذكرني، زي الهمسك، خلصتها منه. دخلت على مين تاني؟ على حد زي سايبر، مين تاني اللهم ذكرني، سايبر عرب، لا مش سايبر عرب، اللهم، سايبر بوك تقريبا. في قناه تاني ببعت لكم اسمها عشان مش متذكر الاسم بصراحه. فاوريدي انا كنت مخلص الثغره من 5 مصادر. طب ليه يا باشمهندس انت بتخلص الثغره من 5 مصادر عشان مش بتتصل بمصدر واحد؟ كان ابراهيم حجازي برضه كان معايا من ضمن الحاجات دي كنت مخلصها. ليه خلصتها من 5 مصادر؟ لان ابراهيم حجازي شارح سيناريو. اللي فاتح المايك ده هيتكلم، شارح سيناريو للثغره. فليكس شارح سيناريو للثغره، ده اكس وده واي. عندنا خالد بن الوليد شارح سيناريو من الثغره ايه مثلا. احمد سلطان شارح سيناريو تاني زد. فانا بشوف طريقه كل واحد، او طريقه تفكير كل واحد بيفكر ازاي، وبتعلم منه. لان انا قلت ان الثغرات مش سيناريو واحد، لا ليها كذا سيناريو. يعني انا هشرح الثغرات دي، طب يا باشمهندس ناخدها منك انت بس، نصيحه نصيحه نصيحه، وده انا كنت اعملها. لا ما تاخدهاش مني انا بس، اوريدي ادخل تعلم من كذا مصدر. يا ريت الناس تكتب فليكس، تكتب ابراهيم حجاز، تكتب خالد بن الوليد. دي الناس من الناس كويسه. في قنوات تانية بس انا مش متذكر الاسامي بصراحه، يعني غايبه عن ذهني. في زي وينك برضو كويس. اسمه ايه؟ زي وينك. لا ما تاخدش بالي منه بصراحه، مش تخسرت تكون دخلت عليه. بعد اذن حضرتك يا باشمهندس، اتفضل. انا هعمل حاجه قبل ما ابتدي ادرس الحاجات اللي في القنوات دي. يعني انا انت هبتدي بايه انت دلوقتي؟ دخلت امتى؟ لا انا مع حضرتك من الاول. هتبتدي بالحاجات اللي فوق الاول دي. تمسك يعني ايه ويب ابلكيشن وتخلصه، يعني ايه الفرونت اند وتخلص الحاجات بتاعته، يعني ايه مم. باك اند وتخلص الحاجات بتاعته، تدخل على اللينك تذاكره، تدخل على النتورك تذاكرها، وهكذا. ده يا باشمهندس الرايت اب ده، دي ناس اوريدي ثغرات في مواقع قبل كده وعملت ليها ريبورت، كاتبه الثغره دي لقيتها ازاي، الثغره دي لقيتها ازاي، والثغره دي لقيتها ازاي، اخلص منها 50 ثغره، 50 رايت اب، معلش 50 ريبورت، اخلصهم في الثغره 70. طيب حلو. طب انت كل ما تدوس في المجال اصلا هتلاقي نفسك بتنسى النوتس، ثم النوتس، ثم النوتس، من اهم الحاجات انك تاخدها. خلص الثغره وخد نوتس عليه، خد نوتس من الرايت اب، خد نوتس من كل حاجه، لانك انت هتخلص الثغره من هنا، تدخل على الثغره اللي بعدها تلاقي نفسك نازل الثغره اللي قبلها. فمن اهم الحاجات انك تمشي ايدك والنوتس. بعد ما تخلص ال 50 رايت اب وليكن، او 70 رايت اب، انا بدي عدد يعني، لو اكتر من كده عادي ما فيش مشكله. ادخل على موقع من المواقع اللي قلت لك عليها، على هاكر وان باك جراوند او اي حاجه، ادخل دور على الثغره دي، هات 50 موقع، 100 موقع، زي ما انت فاضي، 20 موقع، 10 مواقع، ادخل تيست عليها، تيست تيست تيست، شوف. منها بتمشي ايدك، ومنها لو لقيت الثغره ربنا يكرمك بقرشين، فالموضوع يكون ايه كويس، وموضوع يكون كويس في السي في. فده المبدا اللي تمشي بيه. ما تيأس لو ما لقيتش الثغره، يعني ممكن الثغره زي الاتش كيو انجكشن اقول لك ان انت مش هتلاقيها من الاول، صعبه، بس ادخل تيست عليها، او هي بقت نادره، فانا عايزك تدخل تمشي ايدك فيها. فطب انا ليه يا باشمهندس طب امشي في ايدي فيها واذاكرها؟ ان هي اوريدي مش موجوده مثلا موجوده في الباك بونتي بس بطريقه قليله، لكن موجوده في حاجه في ويب انتليجنت تيستنج اوريدي. لما تدخل تست في الشركه او تشتغل في شركه
مطلوب منك انك انت تكون مذاكرها، لان انت الموقع اللي هتست عليه ده محدش عمل تيست عليه قبل يعني قبلك، انت اول مره تيست عليه، فهتلاقي فيه الثغره. دي الفكره. طيب حلو. ادخل بعد ما اخلص مثلا الاس كيو انجكشن، ادخل على ثغره زي الاكس اس اس او اسمها كروس سايت سكريبتنج. ادخل اخلصها من 5 مصادر، اجيب 50 ريبورت بعدها، اقراهم واحل اللابات عليها على ريبورت سويجر. ادخل اشوف مثلا حاجه على روت مي عليها، ادخل اشوف هاكا اسمه ده، اللهم ذاكرني، تراي هاك مي، من ضمن الحاجات دي ادخل احل عليها، اخلص لاباتها، اخلص دنيتها، واخلص واشوف الدنيا. بعد ما اخلص ادخل اعمل بقى ادور عليها على الثغره في الموقع اللي انا قلت لك عليه. طب كده هنمشي بالمبدأ ده وكل الاوز بتبتدي. طب حلو. خلصنا بقى كده يا باشا من حته الويب، وقلت انا فنشت الويب. قلنا بي تي اختصار بنتريشن، برضه الكلام برضه بيكتب متاخر. اختصار بنتريشن تيستنج. عندنا بقى حاجه تاني اسمها الموبايل. بي تي بنتريشن تيستنج. طب انا دلوقتي خلصت دومين الويب، ادخل على دومين الموبايل. طب انا عايز اتعلم دومين الموبايل دلوقتي يا باشا. عشان تتعلم دومين الموبايل انت اوريدي خلصت 70% من دومين الموبايل. طب ازاي يا هندسه؟ انا ما خلصت، انا ما ذاكرتش موبايل، انا كنت بذاكر ويب. لا، انت مخلص اوريدي، ما دام خلصت ثغرات الويب ففي تشابه كبير جدا بين الويب وبين الموبايل. انت بتدخل تعمل اختراق لتطبيقات الموبايل. ايه اللي مطلوب منك عشان تدخل في دومين الموبايل؟ ايه اللي مطلوب منك يا هندسه؟ دلوقتي المفروض منك انك تذاكر لغه جافا، او لغه تانية اسمها كوتلين، بس انا بفضل جافا. طيب حلو. بعد ما اخلص جافا يا باشمهندس، المفروض ان انا اذاكر اندرويد. او عايزين بس استنى، حته الموبايل بينقسم لشقين. شق اندرويد واي او اس. عايز اول حاجه هنتعلم الاندرويد. الاي او اس محتاج ماك وحوارات، يعني هو هنتعلم فيه، بس هنتكلم بس الاول في حته الاندرويد الاول. محتاج ان انا اتعلم في الاندرويد الجافا. طيب يا باشمهندس انا هتعلم الجافا وخلصت؟ لا. بعد ما تتعلم الجافا تدخل تذاكر الاندرويد، او المواقع بتاعت الاندرويد دي بتتبني ازاي، او ايه هي اصلا جافا دي. دي هي المواقع اللي بتاعت المواقع، البرامج بتاعت الاندرويد. فاللغه اللي بتبني بيها الموقع بتاعت الاندرويد. فانت بعدين هتدخل تذاكر اندرويد، تشوف الموقع بيتبني ازاي، الاندرويد ستوديو والكلام ده كله وتخلصه. تمام. بعد ما نخلص اندرويد آه ندخل نتعلم حاجه اسمها اندرويد ستوديو. اندرويد ستوديو ماشي. شوف شغال ازاي والدنيا دي كلها. طيب يا باشمهندس انا خلصت الكلام ده، كده اكون جاهز. كده جاهز يا باشا انك تبدا في حته الاندرويد بنتست. تبدا بقى تشوف ايه هم اشهر 10 ثغرات في حته ايه الموبايل بنتريشن تيستنج. 1 2 3 4 10 المفروض تخلصهم. المفروض تخلصهم. طيب كده الموبايل الموضوع بسيط فيه عن حته ايه الويب بنتريشن تيست. انت تدخل تتعلم الجافا، وبعدين تشوف الاندرويد شغال ازاي، وتذاكر اندرويد ستوديو، تتعلم ايه الثغرات، وتدخل تتست عليها. كده خلصنا حته الاندرويد. ندخل بقى لحته الاي او اس. هتذاكر لغه سويفت، دي هتخلصها، وبعدين هتعمل لك كام موقع كام موبايل عليها، او كام تطبيق موبايل عليها، وبعدين تدخل تشوف ايه هم. معلش يا باشمهندس، في الاي او اس لغة ايه عشان ما سمعتش؟ سويفت تقريبا. استنى كده اتاكد لك من اسمها عشان انا ناسي. ايوه، ايوه بالظبط سويفت، ما صح مش غلط. تدخل تتعلمهم
بعد ما تخلص تدخل تعمل كام تطبيق عليها، وتدخل تتست بقى ايه، تذاكر ال10 ثغرات بتاعت ايه الاي او اس بنتريشن تيست. كده انت خلصت حته الموبايل كامله ومخلص حته الويب. طب يا باشمهندس انا عايز انزل السوق قبل ما اخلص حاجه من الحاجات دي. انت دلوقتي عشان تنزل السوق تخلص ويب. عشان انزل السوق محتاج اتعلم ويب، ده اساسي، ده اهم حاجه اساسيه عندي الويب. اذاكره على قد ما اقدر صح واديله طاقه على قد ما اقدر. ده الويب، ده اول حاجه. تاني حاجه خلص اندرويد. خلص اندرويد ب10 ثغرات بتوعه، كده تبقى انت جاهز تنزل السوق بالدومينين. طب انا ما ذاكرتش اي او اس، مش مطلوب انك تذاكر اي او اس يعني. عشان تنزل السوق في الاول محتاج تنزل تذاكر ويب وتذاكر مثلا اندرويد. طب انا مش حابب الاندرويد يا باشمهندس، ذاكر ويب وذاكر اي او اس. طب انا لا حابب مش حابب الاندرويد يا باشمهندس، تدخل تذاكر حاجه زي النتورك. عندنا النتورك بنتست. فدلوقتي عشان تنزل السوق انت محتاج 2 دومين، وايه اسرع 2 دومين تنزل بيهم السوق في مصر؟ هو الويب والاندرويد. اسرع 2 دومين ويب مع اندرويد. كده حته الاندرويد خلصت، بسيطه، مش فيها تفاصيل كتير زي الويب. حتى الثغرات لما تيجي تذاكرها هتلاقيها ابسط بكتير من حته الويب. حد عنده اي استفسار تاني بالنسبه للحاجات دي؟ ده اول تراك انا بدات بيه، كان هو انفراستراكشر. انفرا ده بينقسم لشقين. حاجه اسمها النتورك بنتست بي تي، وحاجه اسمها الاكتيف دايركتوري. ودي اختصار الدايركتوري. تمام. يعني الانفراستراكشر دي الام، فيها حاجه اسمها النتورك وفيها حاجه اسمها الايه الاكتيف دايركتوري. طب دلوقتي انا عشان اشتغل ب2 دومين على الاقل ممكن اخد ويب ونتورك من غير اكتيف دايركتوري؟ لا، انت محتاج تاخد الانفراستراكشر كامله، سواء نتورك بنتست او اكتيف دايركتوري بنتست. انت بتتعلم ده وبتتعلم ده، بس حته الاكتيف دايركتوري حته صعبه شويه. المفروض قبل ما تتعلم اكتيف دايركتوري عندك حاجه اسمها MCSA تذاكرها، لانك تشوف ازاي الاكتيف دايركتوري ده شغال. اوريدي قبل ده كله تكون مذاكر نتورك. انا بتكلم ده كله انت بعد ما تخلص حته الويب، يعني ما دخلتش على الانفراستراكشر مباشر. طب ليه يا باشمهندس ما تدخلش على حته الانفراستراكشر مباشر؟ لان الانفراستراكشر احب اقول لكم ان شغلها قليل جدا جدا جدا. يعني لو الويب والموبايل شغلهم 99.9، الواحد من 10 ده شغل الانفراستراكشر. وفجأة الراجل بتاع النتورك، صح؟ يعني مفاجأة ضخمة. انا بدايتي كانت مع الانفراستراكشر، كنت حابب حته الاكتيف دايركتوري، كنت نفسي ان انا ابدا شغلي فيها. طب يا ربي يا رب انا حابب الانفراستراكشر واكمل فيها، لقيت ناس تقيله في المجال والكلام ده بتقول لي انك انت مش هتلاقي شغل. فعلا ان انا مش هلاقي شغل لو كنت كملت في الانفراستراكشر، بس انا حته حاببها. طب اعمل ايه يا باشمهندس دلوقتي؟ لا، ادخل اتعلم ويب، وبعدين ادخل خد حاجه زي الانفراستراكشر بعد الويب. طب هل اسرع حاجه انزل بيها السوق؟ لا، مش اسرع حاجه انزل بيها السوق. يفضل انك تاخد ويب، وبعد الويب تاخد اندرويد، وبعد الاندرويد تاخد حته الاكتيف دايركتوري او النتورك. طب عشان اتعلم اكتيف دايركتوري او نتورك الاول نقول ايه انت محتاج ايه؟ نيجي نتكلم. بعد ما تكون مذاكر CCNA والكلام ده كله، عندك حاجه اسمها سكيورتي بلس. دي شهاده يرشحها للناس تبدا بيها الويب كمان، يعني عشان تبقى واخدينها، بس مش يعني مش ملزم بيها، بس انت تاخدها عشان هتفهمك مصطلحات السكيورتي.
سكيورتي بلس، ودي مصدرها رشح للناس نت رايدرز اكاديمي، ده الموقع بتاع احمد سلطان. ماشي نقول ماشي إدارات. ده موقع بيشرح سكيورتي في حاجات كتير، هي من ضمن الشهادات اللي بقول لكم عليها. ايه وقت نجيب سكيورتي بلس، سكيورتي بلس ماشي. ماشي نرجع لسه بدور هنا. انا برشح الشهاده دي للناس. إيه. دي شهاده بيشرح فيها ايه هو السكيورتي بشكل عام، 35 ساعه تدخل تذاكرها عشان تبدا ايه حته النت. طيب يا باشمهندس انا خلصت سكيورتي بلس، اعمل ايه بعدها؟ بعد ما تخلص سكيورتي بلس شهاده عندها اسمها شركه اسمها كومتيا، تدخل على شهاده تانية اسمها الاي جي بي تي. اي جي بي تي دي اوريدي انا مخلص الشهادتين دول الحمد لله، فيرجن 2. تدخل تخلص الشهاده دي او خلص فيرجن 1 عشان مش هتلاقي فيرجن 2 مدفوعه بفلوس. لو لقيت لها مصدر ذكاء، برضو مصدرها احمد سلطان شارح الاي جي بي تي فيرجن 1 كامله، تدخل تخلص كده نقدر نقول عليك جونيور بنتريشن تيستنج. هنا بيغطي معظم مفاهيم النتورك كامله بتاعت البنتست. طيب هل اقدر انزل السوق؟ لا طبعا ما تقدرش تنزل السوق في الوقت الراهن بالاي جي بي تي بس. محتاج تذاكر، عندك طريق من اثنين، حاجه من الاثنين. حاجه شهاده اسمها الاي سي بي بي تي، لا اي سي بي تي بس، سي واحده بي تي، او حاجه زي الاو اس سي بي. دي بتوازي دي ودي بتوازي دي، الاثنين نفس الحاجه، بس دي عاملاها شركه اوفنسيف سكيورتي ودي عاملاها شركه اي ان اي او اي ليرن سكيورتي. دي بتشرح نفس الحاجات اللي موجوده هنا، وهنا بتشرح نفس الحاجات اللي موجوده هنا، بس دي حاجه ادفانسد شويه الاو سي بي. والامتحان بتاع الشهاده دي ثمن الامتحان الدولي بتاعها $1800 عشان تدخل تمتحن. لو سقطت في الامتحان راحوا عليك ال $1800. كده بالنسبه لحته النتورك بنتريشن تيستنج. كده خلصنا حته النتورك بنتريشن تيستنج، وتقدر ايه تنزل السوق مع الويب. عندنا حته تاني، حته الاكتيف دايركتوري. الاكتيف دايركتوري انت بتعمل اختراق لسيستم كامل. لازم تتعلم بعد النتورك ام سي اس اي. ام سي اس اي ارشح فيها واحد اسمه محمد زهدي، شارحها بشكل كويس جدا. طب بعد ام سي اس اي يا باشمهندس ارشح تبدا بشهاده من ضمن الشهادات، حاجه اسمها سي ار تي اي. طب هل ملزم ان انا بسي ار تي اي؟ لا ما تاخدهاش، انا نصيحه ما تاخدهاش. ادخل على طول على السي ار تي بي. خلص سي ار تي بي، دي شهاده ادفانسد في حته الاكتيف دايركتوري، هتاخد معاك وقت كبير يعني. ادخل على السي ار تي او، كده تبقى انت دوسه جامده في حته الاكتيف دايركتوري بنتريشن تيست. وكده نبقى خلصنا حته الانفراستراكشر بنتريشن تيستنج. الناس عندها سؤال؟ اي حد عنده سؤال انا معاه، اتفضل. مم.
ايه هي الوظيفه اللي انت عايز تشتغل فيها؟ مبدا نتورك سكيورتي كده دخلت في حته الهاردوير. بص، حته النتورك سكيورتي دي ناحيه البلو تيمينج او الديفنسيف سكيورتي، مش ناحيه الاوفنسيف خالص. انت تبعد عن حته الديفنسيف. لسه هتكلم عن الديفنسيف دلوقتي بس بعد ما اخلص الاوفنسيف. طيب احنا خلصنا الانفراستراكشر والكلام ده. طب دلوقتي يا باشمهندس، انا لما انزل السوق بدومينين، 2 دومين على الاقل، هل كده خلاص انا اقعد استقنيس وخلصت كده وانا هبقى تنين مجنح في نفسي؟ لا. وليكن انت نازل بدومين الويب ودومين الاندرويد، مطلوب منك وانت بقى في السوق تتعلم الاي او اس، تتعلم الانفراستراكشر بالاثنين دومين بتوعها، سواء السي ار النتورك او الايه الاكتيف دايركتوري. النتورك واكتيف دايركتوري. محتاج منك بعدين تتعلم الواي فاي هاكينج، تتعلمه وتخلصه. محتاج منك تتعلم الاي او تي، ترك الاجهزه والماشين والكلام ده. مطلوب منك تدخل تتعلم ال ام بنتريشن تيستنج، وده اختراق للاي اي. كده يا باشا مطلوب منك حتى بعد ما تنزل في السوق انك انت ما تستقرش على 2 دومين فقط، لا، انت المفروض تتعلم كل حاجه بس بالراحه مع الوقت. كده نقدر نقول عليك باشمهندس قد الدنيا بعد حته الانفراستراكشر ريد تيم. وبعد ما تكمل، لا، انت نقول عليك تنين مجنح. كده نبقى خلصنا حته الاوفنسيف. حد عنده سؤال في حته الاوفنسيف بالنسبه اللي انا بعمله ده؟ الاوفنسيف سكيورتي بما انها خلصت وانا معاك. المصادر اللي حضرتك قلتها بس ديت تحاول تبعتها لنا بس عشان ايه، حاسس الدنيا بدأت تتوه شوية. ما طبيعي انها تتوه، ويا ريت الناس تكون بتكتب. كم واحد بيكتب؟ انا عايز حد كم واحد بيكتب بس، انا عايز اعرف. في ناس مجتهده اهي، في 15 واحد مجتهدين. طب والباقي 17؟ الباقي فين؟ الباقي راح فين طيب؟ هو انا كتبت بس مش كله يعني. مش مشكله، اهم حاجه كتاب. كتبت. احنا كده خلاص نعتبر نفسنا فشل يعني، ايه؟ نعتبر نفسنا فشل عشان ما كتبناش. اقول لك فشل، عارف ليه؟ ليه؟ لانك لو ركزت في كلامي انا قلت اهم حاجه النوتس في مجالنا، وبما انك هتدخل في الثغرات وانك انت بتستسهل دلوقتي ما تكتبش، بحب ابشرك انك انت هتضيع في حته النوتس دي. طبعا انا معتمد بقى الباشمهندس علي معانا بقى ايه. اه يعني يا باشمهندس هيعمل ايه؟ طبيعي هتنسى، انا ذنبي اولا بس ايه؟ نكتب المصادر بس عشان إيه؟ راح. هبعت، حاضر، عامه انا هبعت المصادر. تمام. حد عنده سؤال تاني؟ الناس تنزل ايديها عادي. لا، لا طبعا ما فيش شركه ما فيهاش اوفنسيف، لازم يبقى فيه اوفنسيف. بس انا بتكلم ان هو في حته اريحيه بالنسبه للباك باونتي، وانت بتتعلم تقدر تجيب منه فلوس عكس الديفنسيف. وتقدر تشتغل وانت طالب، لو الديفنسيف ما تقدرش، لازم تكون خريج. وانك تكون شاطر في الاوفنسيف هتبقى شاطر في الديفنسيف، لان الديفنسيف سهل بالنسبه للاوفنسيف. اتفضلي يا باشمهندس مالك. حد عنده سؤال طيب؟ اتفضل يا باشمهندس يوسف. معلش انا هعطلك دقيقة بس. بالنسبة للناس اللي بتخرج يا ريت محدش يخرج عشان ده هيتاخد في الاتندنس اخر السيشن وهيتاخد فيدباك، فمعلش يا ريت حد ما يخرجش عامة عشان اللي هيخرج هيتحسب غياب. طبيعي انك هتلاقي ناس بتخرج وناس تدخل، فكويس انك نبهته. بالظبط كده. ماشي، اتفضل حضرتك. حد عنده سؤال تاني طيب؟ يقول لي قبل ما ادخل على الديفنسيف.
حضرتك اتعلمت كل ده في مدة قد ايه؟ يعني كام سنة مثلا؟ انا لسه قايل ايه من شويه، انا ما بقاليش ما كملت السنه في المجال. انا جاي من خلفيه اي اي على فكره، كنت بدرس في حته الاي اي والماشين ليرنينج والكلام ده، بس دوست على نفسي يعني حرفيا انا يوميا 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 كنت ساعات باجي 17 ساعه في اليوم مذاكره بس قصاد الحاجات دي. طب بس هندسة، اللي كان مساعدني في الاول انا كنت مذاكر حته الويب والكلام ده في الاول، والجافا كنت مذاكرها. اتفضل. هو في مجال انا مجال اساسي اصلا كمبيوتر فيجن. جميل. المجال ده هيتفتح على اي تريبل اي ولا لا؟ مش عارف بصراحه، في مم. ما اعرفش حته الكمبيوتر فيجن مفتوحه ولا لا. طب دايس في ايه في الكمبيوتر فيجن؟ على فكره أنا ما سبتش الاي اي، اوريدي دايس في الكمبيوتر فيجن. انا في يعني في الاوبجكت ديتكشن والسيجمنتيشن والحاجات دي طب في ده ذاكرت ماشين ليرنينج منين؟ ليرنينج منين؟ ايه. ذاكرت ماشين ليرنينج منين او ديب ليرنينج منين؟ احمد ابراهيم، باشمهندس احمد ابراهيم. وطب وسايب التنين مجنح الباشمهندس مصطفى سعد؟ لا والله ما سمعتش عنه. مصطفى سعد بس انا كنت مركز اكتر على على كمبيوتر فيجن فهو. انا بسمع منهم مصطفى آه، سعد كمبيوتر فيجن. تمام هخش. شكرا يا هندسه. عفوا على ايه؟ حد عنده سؤال؟ دكتور، اتفضل. انا بس انا لو انا بس التليفون بتاعي 1%، فلو فصل وخرج اروح بس واحطه في الشاحن وافقده يعني ممكن. اقول لباشمهندس يوسف هو اللي بياخد الغياب مش انا. حد حد عنده سؤال؟ تمام يا باشمهندس، تقدر تخرج بس ابعت اسمك معلش. انا اسمي مصطفى محمد فوزي. ده اكتبوا لي معلش على الجروب عشان اخد الكوبي الجروب وخليني فاكر. ماشي. انا كده كده دقيقتين وهبقى في البيت واخش تاني. ماشي. تمام ماشي. حد عنده سؤال يا شباب يقول لي انا معاكم. معلش يا باشمهندس، اتفضل. هو دلوقتي أتابع مع حضرتك بس ولا هنسمع فيديوهات يعني الناس التانيين؟ عشان أنا حاسس إن أنا ممكن أتوه بس. بص تابع معايا، وانا هقول لك مصادر تذاكر منها برضو معايا، لان بص مفيش مصدر واحد كافي يديك كل حاجه. انا هديك على قد ما اقدر، بس برضو كل ما بتزود في المجال ده كل ما بيكون افضل. فاهمني؟ أيوه. فيعني انا هحاول اغطي لك كل حاجه باذن الله، بس برضو كل ما تغوص في حاجات تانية بره بيكون افضل. يعني مش بس اعتمادك على مكان واحد. تمام ماشي، شكرا. حد عنده استفسار تاني؟ البنات اللي نايمه تقريبا كانت متحمسه في الانترفيو جت نامت هنا. حد عنده سؤال؟ لا كمل يا باشمهندس. ما حد الظاهر منهم. ماشي. طب الناس تعبت؟ لا كمل عادي، معاك لسه. خلصت حته. اتفضل اللي رفعت ايدك. الناس بتزاولني عندنا حته الديفنسيف بقى. ديفنسيف سكيورتي. عندنا بقى حاجه اسمها السوك. هو اختصار الديفنسيف، او نقدر نقول عليه سوك او ديفنسيف او بلو تيمينج. ماشي. السوك ده بينقسم لثلاث حاجات: سوك تير 1 و2 و3. نقول كل واحد بيعمل ايه. السوك تير 1 ده راجل مهمته ان هو يبقى قاعد على الشاشه كده، هو معلش هو عن جنس الشحنه الشاشه قدرته 18 والكلام ده، قواعد بتتفرج. لا، حاجه داخله على الشبكه كده غريبه، غير المعتاده. فأوب انها ايه؟ مالوير او ثغره، او في خطر جاي على الشركه. طيب يا عم ده في ثغره هنا او في خطر جاي على الشركه، طب اوقفه؟ لا ما توقفوش، انت ليك رولز.
بتقول لك انت ما توقفش الاتاك، انت مهمتك انك انت بتراقب الشبكه وتشوف الترافيك ده ايه دنيته او جاي منين او ايه اللي جاي في الشبكه داخل عندك. طب حلو، طب اعمل ايه؟ تروح على تير 2 تقول له الحق يا تير 2 في اتاك هيحصل على الشركه. عندنا حاجه غريبه. طب تير 2 بيحاول يديتكت الموضوع، أقسم يديتكت بالله يعني أنا ايه؟ فاهمة. يشوف وحياة الموضوع أمي هل صعب عشان نفس سهل. مجهود في الويب طب سهل وحاجه بسيطه ممكن يقدر والأغلبية يعرف يوقفها، الكودينج ما برضه قدرش في الساعة 10. يوقفها برضه أنا هو مش بيراقب موريني اللي كان الشبكه بس بيعترض بيشوف حاجات يعني. اصعب، حاجات أما ايه اخطر من اللي شافها هيعمل في ايه الآخر تير هيكنسل 1. معاه في الآخر أو طرف طيب بس لقى حاجه ماشي. صعبه كانوا تاني بيعترضوا ليه؟ اصعب من تير 1، الحق يا بجد تير 3 اللي عندنا هو قرار لأجل دلوقتي الاعتراض وخلاص. في ترافيك جاي على الشبكه او في خطر جاي على الشبكه عندنا وعايزين نوقفه. طب تير 3 ده في شقين، حاجه اسمها الانسيدنت ريسبونس نكتب اي ان، وعندنا حاجه اسمها الديجيتال فورنزكس. ديجيتال بس نكتب على طول. طب ايه هو الانسيدنت ريسبونس؟ ده هو الراجل اللي بيوقف الاتاك ده مباشر، تعامل معاه بيوقف، يروح موقف الاتاك يقول له تعالى رايح فين. يبقى دي مهمه تير 3. طب ايه هو عمنا الديجيتال فورنزكس ده؟ بتاع ديجيتال فورنزكس ده الراجل محقق كونان. ده كونان في نفسه كده، قاعد الراجل الباشا مستقنيس وقاعد بيشوف ايه، يوم الحق يا باشا او تير 3 يقول له، او الانسيدنت ريسبونس بتاع الانسيدنت ريسبونس يقول له الحق ده في اتاك حصل على الشركه انا وقفته. هوب يقوم ياخد بعضه ويلبس نظارته ويروح رايح فين يشوف ايه، مين مصدر الاتاك ده، ايه الشركه اللي هي عملت الاتاك علينا، او مين الشخص اللي عمل الاتاك علينا سواء من جوه الشركه او من بره الشركه. هو ده مهمته، هو المحقق كله. باختصار حته الديفنسيف سكيورتي يعني هي دي الناس اللي بتدافع، تعمل دفاع عن الشركه، هي الدفاع بتاع الشركه. انا على فكره اوريدي درست حته ديجيتال فورنزكس دي، اتعلمتها. طب ليه يا باشمهندس؟ كنت حابب اعرف الناس دي بتفكر ازاي وبتلاقي الاتاكر ازاي والكلام ده، فكنت بحاول ان انا اشوف الدنيا دي بتبقى ماشيه ازاي عشان لما اجي اعمل اتاك او حاجه زي كده ما بتاع ديجيتال فورنزكس ما يشوفنيش او ما يعرفنيش. يعني الراجل بتاع النتورك سكيورتي ركز. حلو. فعندنا بقى يبقى لما احمر دي الحته بتاعت ايه، الناس اللي بتراقب الشبكه والكلام ده. انت عشان تتعلم الدنيا دي كلها يا باشا المفروض انك انت اول حاجه تبقى مذاكر نتورك. المفروض تذاكر نتورك ايه؟ المفروض تذاكر سي سي ان اي بس، او نتورك بلس، نضيف على بلس كانها نتورك بلس. حلو، خلصت يا باشمهندس انا سي سي ان اي او نتورك بلس، المفروض اعمل ايه؟ تدخل يا باشمهندس على سكيورتي بلس تفنشها لي. سكيورتي بلس اختصر على طول اسم سكيورتي بلس. طب حلو يا باشمهندس انا خلصت سكيورتي بلس، عندنا شق من الشقين. والله لو انت مستعجل وراجل كده بتكروت وراجل تاني ايه ادفانسد بيحب يجيب الحوار من تحت خالص، ده الراجل ايه المستعجل نعمله خط احمر بلون احمر. ده الراجل المستعجل. وده عندنا الراجل اللي مش مستعجل، الراجل ايه اللي بيحب يجيب الموضوع من تحت خالص. فده المستعجل. سيبك من المستعجل دلوقتي هنتكلم عنه هنقول بيعمل ايه. المفروض الراجل اللي مش مستعجل ده وبيدي الموضوع حقه بعد ما يخلص سكيورتي بلس يدخل يخلص لي اي جي بي تي فيرجن 2. طب ليه يا باشمهندس اخلص اي جي بي تي فيرجن 2 انا راجل بتاع ديفنس بتاع اوفنسيف؟ طب يا باشا انت بتاع ديفنسيف قد الدنيا، هتدخل توقف اتاك وانت اوريدي مش عارف الراجل اللي بيعمل اتاك بيعمله ازاي. طب ما هيعدي منك لو جاب سيناريو مختلف عن اللي في دماغك او هو مش في دماغك اصلا وهو مش في دماغك هيدخل، فانت كده تبقى خربت البيت وضيعت الدنيا. فده اللي المفروض انك انت ايه تذاكره، اي جي بي تي بعد سكيورتي بلس، تفهم الاتاك بيحصل ازاي والناس دي بتفكر ازاي، تدخل فعاليه ايه الراجل الحرامي اللي هو بتاع الاوفنسيف سكيورتي اللي فوق. حلو تمام. ايوه يا باشمهندس انا دلوقتي راجل مستعجل وغير مجتهد، ادخل على حاجه اسمها الاي سي
اي ار. دي شهاده عاملاها اي ليرن سكيورتي او اسمها اي ان اي باختصار، بتشرح ايه حته السوك. طيب عايز مصدر ليها يا باشمهندس؟ عندك الباشمهندس احمد سلطان عامل ليها كورس كامل تقريبا معدي ال 50 ساعه، تدخل تتعلمها يا باشا تبقى راجل سوك قد الدنيا. طب دلوقتي انا راجل مجتهد، ادخل يا باشا خلص لي الاي سي اي ار بعد ايه؟ الاي جي بي تي. طب انا راجل ما بحبش شركه اي ان اي، بكره شركه ايه؟ اي ان اي. عندك شهاده تاني زي شهاده اسمها سيزا، دي توازي اي ان اي او اي ان اي ادفانسد شويه، بس سيزا بتشرح سوك تير 1 بس مطلوبه في الدول العربيه جدا، عاملاها شركه كومت يعني، سواء هنا او هنا تخلصها هنا او هنا، الراجل مجتهد والراجل غير مجتهد. فكده يا باشا نقدر نقول عليك انت راجل سوق قد الدنيا، تقدر تنزل ايه السوق ببساطه. طب هقدر انا دلوقتي طالب يا باشمهندس اقدر انزل السوق؟ لا يا باشمهندس ما تقدرش تنزل السوق، انت لسه لازم تتخرج، عشان الموضوع شغل السوق ده شغل شيفتات، بيبقى ايه بال 24 ساعه او 12 ساعه او 3 ايام، بيبقى 3 ايام في الاسبوع، بيبقى 12 ساعه شغل، وبيبقى نظام شيفتات. يا باشمهندس هل اوقف كده وخلاص كده؟ بص انت مش هتعرف تشتغل في سوق تير 2 غير لما تشتغل في سوق تير 1. من تير 1 تترقى تبقى ل 2، من تير 2 تترقى بقى لحته تير 3 في حته ديتا فرنسكس دي حته لوحدها كنت تتعلمها بقى. ايه مصادر الديتا فرنسكس؟ هنقولها دلوقتي. عندنا دلوقتي بعد ما نخلص اي تي اي ار او سيزا ندخل على حاجه مؤسسه زي مؤسسه سانس. دي طبعا كل كورس وكل شهاده فيها بتعدي اللي انا بعمله ده بتعدي ال 8000 يورو. تلاقي ليها محتوى مسرب على تليجرام والكلام ده، تدخل تخلص منها سيزون تشوف كتبها تذاكرها والدنيا دي كلها عشان تبقى راجل تنين مجنح في السوق زي ما بيقول الكتاب. طب حته الديفensive سكيورتي في حته ديتا فورنزكس، قبل ما الكلام ده قبل ما تتكلم في ديتا فورنزكس المفروض برضو وانت بتذاكر في الاي سي اي ار ليها لابات بتدخل تحلها طبعا، عندك تراي هاكني بتدخل تحل عليه وتخلص لابات ودنيته. عندك بقى حته ديتا فورنزكس تدخل على سنس مباشر، تشوف سنس بتقول ايه وتمشي وراها. بعد ما تخلص الحاجات دي يفضل، لان عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي تشوف سنس بتعمل ايه تمشي وراها. سنس دي كورساتها عاليه جدا، وتخلص سنس تبقى معاك تراي هاك مي وحاجات حاجات تخص اللابات تخص الديفنسيف سكيورتي والكلام ده، وممكن ابعت لكم مصادرها للناس اللي حابه تكمل ايه حته الديفنسيف سكيورتي. وكده نكون اختصرنا حته الديفنسيف سكيورتي. الراجل جاي مع النتورك سكيورتي. النتورك سكيورتي انت ممكن تذاكر سي سي ان اي، انا اوريدي درست نتورك سكيورتي لكن ما حبيتش المجال. بعد ما تخلص سي سي ان اي خلص لك حاجه زي سكيورتي بلس هتفيدك عشان تبقى فاهم مصطلحات السكيورتي، وبعدين تشوف لك حاجه زي الان تي اي معلش عم بتعمل كورس كده في الصيف او في اي وقت اسمه نتورك سكيورتي. خلص يا باشا هتلاقي نفسك الموضوع لو بتحب النتورك الموضوع بالنسبه لك عباره عن كونفجريشن في كونفجريشن ما فيهوش اي روح الابداع بالنسبه لي بالنسبه لعبد. كده نبقى اختصرنا الحوار. طب سي سي ان بي يا باشمهندس؟ لا مش محتاج سي سي ان بي، لا في مراحل متقدمه شويه بس كل اختصار. محتاج برضو تذاكر ام سي اس اي معلش، كلاود بنتست. عشان ادخل حته الكلاود يا باشمهندس ادخل اخلص سي سي ان اي، بعد اخلص سي سي ان اي اكون شاطر في النتورك ادخل اخلص ام سي اس اي، ده اساسي عندي. يفضل تدخل في حته النتورك بنتست تخلصها عشان الكلاود عباره عن نتورك بس ايه في الكلاود بقى. فانت بتخلص النتورك بنتست والسي سي ان اي والام سي اس اي والكلام ده كله، وبعدين بتذاكر حاجه زي اي دبليو اس بتاعه امازون، وبعدين او ايجر بتاعه مايكروسوفت، وبعدين تدخل على ايه
الثغرات بتاعت ايه الكلاود بنتست. المحاضرة الجاية إن شاء الله هنبدأ بالكالي لينكس. ما بكتبش ليه طيب؟ هنخلص الكالي لينكس أو هو لينكس على طول عشان ما نساعد. هنخلص لينكس، وبعد ما نخلص لينكس المحاضرة الجاية إن شاء الله نحاول نخلصه، ندخل في المحاضرة اللي بعدها على بيزكس نتورك. بعدها إن شاء الله أروح داخل المدي محاضرة مغطي HTML، محاضرة جافا سكريبت، ومحاضرة تاني ماي سيكوال مع PHP. لو بعدها عملتيها يا قبل باشا كده هنبدأ في اعملي. ندخل في إيه يعني إيه ويب لو أبلكيشن والدنيا دي عملتيها قبل كلها. كده اعملي. وبعدها دايركت هدخل على الثغرات بتاعت الويب.